سيد المرسلين أفضل الصلاة والتسليم. الحمد لله الذي كرم الإنسان وجعل للوالدين أتم التكريم والتعظيم، فخص الأم بالطاعة والوالدين بطاعاتهما، فقال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرضعت وسهرت. أيها الإخوة والأخوات، إن الأم بركة البيت ونور الحياة وسكنا للنفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا. أيها الناس، إن بر الأم أعظم من الفضائل، حيث قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واتقوا الله يا عباد الله.